افشل مشروع رياضي في تاريخ الكرة، اقسم بالله. نادي مش قادر يحقق بطولة رغم كم الملايين اللي بتدفع دي. في اندية زي سيراميكا وفيوتشر اللي اتعملوا النهارده الساعة 9 الصبح وقدر ياخد ببطولة محدش صرف عليه ربع اللي اتصرف على بيراميدز ده. كل سنة نفس الفلوس بتدفع ومفيش عوائد، ده مشروع خسران 100%. غريب بالنسبة لي ان مالك النادي من 3 ايام طلع يشكر في التجربة وفي نجاحها. وانت يا عم شفت النجاح ده في ايه؟ وانت يالا انت كمان، هي فين الجماهير اللي انت قلت عليها؟ وانت بتعمل مش سامع لمين يا صاحبي؟ هو في حد في الملعب ده؟ حتى اهاليكوا يالا ما جاتش اتفرجت عليكم، انتوا بتشتغلوا نفسكم يالا. نيجي بقى لعم الكوكب، لاعيبه الاهلي باين عليها التعب قوي. شفنا ده في الشناوي وفي ياسر وفي معلول كمان. مفيش فريق مضغوط زي ما الاهلي مضغوط، ومفيش فريق بيعمل المجهود اللي الاهلي بيعمله. فريق نازل يلعب 90 دقيقه وهو من يومين 3 بيلعب 100 دقيقه وكمان جاي سفر. الفريق مفشوخ بدنيا وبيلعب قدام فريق مريح بقاله 10 ايام. مش بس كده كمان يا صاحبي، كولر نزل هو الفعل مش رد الفعل. كالعاده خط هجومه بيغزله وبيضيع فرص غريبه زي كره تاو او زي كره كريم او زي كره الاسطوره طاهر. بصراحه ومن غير كلام متزوق، انا توقعت ان احنا هنخسر الشوط الثاني، لان المتوقع ان احنا لو كنا نزلنا لعبنا بنفس اسلوب الشوط الاول كنا هنقع بدنيا. لكن كولر ذكي، هو كده كده قال لك مفيش حل لمشكله تضييع الفرص دي. ما كانش قدامه غير ان اللعيبه تحل فردي شويه. المره المليون هو ما عندوش حد في الفريق يقدر يحل له فردي بشكل منتظم غير امام. عارف والله ان الجون مجهود امام عاشور، بس مين خلى موديست وامام يسيبوا مراكزهم ويجوا هنا؟ شغل المدير الفني واضح للعمى حتى لو اللعيبه بتحل فردي. راحه عشان ما ضيعش حق امام عاشور برده ومجهوده في الجون. امام في 16 ماتش عامل 9 مساهمات تهديفيه، دي مش ارقام فيرود يا صاحبي، دي ارقام نص ملعب. الاهلي اخر ماتشين سجل جونين من اللا شيء عشان عنده لعيب قادر ياخد الكوره ويكسر بيها الخطوط ويحافظ عليها وهي في رجله. امام لعيب موهوب جدا، وعشان احنا في مصر عندنا مصطلح الموهوب ده ان هو بيرقص وبيدي كباري وكده. عايز اقول لك ان تعريف اللاعب الموهوب هو اللي بيعرف يصنع خطوره من اللا خطوره. 200 بقى بخصوص احسن مدافع في مصر. دايما عندي مشكله مع الناس اللي بتدعم اللاعب الموهوب على حساب اللاعب المجتهد، مع ان اللاعب الموهوب هو بيعتمد على موهبته، لكن اللاعب المجتهد هو اللي بيصنع ده لنفسه. ياسر ابراهيم اتظلم من جمهور الاهلي نفسه لما حطوه في حته الجرينتا والروح ومش عارف ايه، مع انه فنيا عالي جدا. المستوى الدفاعي هو ما شاء الله شفناه كلنا امبارح. الالتحامات والتغطيه ورا الباكات دي حاجه مهمه جدا. ياسر ابراهيم يعيبه حاجه واحده بس، قله جودته بالكوره لما بيجي يخرج بيها، لكن انا واثق انه في يوم من الايام هيعرف يعمل ده. سلام.